السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام حبيبة. النهارده هنعمل اكلة كده شتوية لذيذة جدا جدا، وكمان انا شايفاها ان هي صحية ومفيدة كمان لاطفالنا، حلوة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. عامل لنا خضروات كتير جدا في الشتاء علشان ترفع المناعة، وكمان مفيدة جدا لاطفالنا. فمن ضمن الاكلات الشتوية الحلوة جدا هي القلقاس. كل واحد بيعملها بطريقته، انا هوريكم طريقتي النهارده بعمله ازاي، ويا رب تعجبكم. اكتر حاجه كنت بعاني منها ان انا اقطع القلاسيه، والحمد لله النهارده يعني ايه، قطعتها الحمد لله بمنتهى السهوله. جبت القلاسيه بتاعتي قطعتها قطع زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه بس السكينه تبقى معاكي حاميه عشان تساعدك ان انت تقطعيها كويس. بعد ما بقطعها قطع زي ما انتم شايفين كده، ببتدي اقشرها بمنتهى السهوله. ما بتاخدش معايا اي وقت ولا اي مجهود. زي ما انتم شايفين بقطعها واقشر وتمام التمام. طبعا انا عايزاكم بعد ما تتفرجوا على الفيديو ده تقولولي انتوا بتعملوا القلقاس زيي ولا بتعملوه بطريقه مختلفه. بجيب بقى القلقاس بعد ما قطعته كده وقشرته، بقطعه بقى مكعبات بالحجم اللي انتي بتفضليه. اهم حاجه يعني ما يكونش كبير قوي ولا صغير قوي. لو عندك اطفال عايزه تصغريه شويه تمام. هنا خلاص غسلت بقى، قطعت القلقاس وغسلته كويس جدا. وهنا بقى نقطة الاختلاف اللي ناس كتير بتختلف فيها، بتغسلوا القلقاس ولا ما بتغسلوهوش؟ انا لازم اغسل القلقاس بصراحة. انا يعني طلعت امي وجدتي وانا بعمل كده، بغسل القلقاس كويس جدا وبنقعه في المية مرة واتنين وتلاتة لحد ما ينشف معايا. وبعد كده بسيبه لحد ما يتصفى من المية بتاعته، وممكن انشفه كمان بفوطة نضيفة كده، انشفه عشان يبقى ناشف معايا وما يبقاش فيه المادة اللزجة دي اللي بتنزل في الصوص بتاعه. ما بحبهاش بصراحة، وما بحبش احط له ليمون علشان الليمون بحس ان هو بيغير طعمه. هنا بقى معايا السلق. بجيب ربطة سلق كده حلوة، وبعد كده بفضل اخد بقى ايه، الورق بتاعها بس، العروق بتاعتها دي ما بستخدمهاش. زي ما انتوا شايفين كده، بقطع الورق على ورقة ورقة كده بقطعها، وما تغسلهاش غير لما نقطع الخضرة كلها. بعد كده نغسلها. هنا معايا بقى شبت، وباخد من الجزء الورق بتاعه بالعروق الرفيعة، وبرده كزبرة. العروق اللي هي الكبيرة ما بستخدمهاش معايا في الأكلة دي. وهنا بقى فضلت خيركم كانت بطاية، يعني الحمد لله ربنا يوسعها على الجميع كده. بشوحها كويس جدا مع بصلاية وطماطماية وشوية فلفل أسمر، ولمدة 5 دقايق 7 دقايق كده قبل ما اضيف لها المية. وبعد كده بضيف لها المية والملح، بسيبه بقى في الاخر لما تكون خلاص استوت، بضيف لها الملح بتاعها. طبعا الشوربة دي بعد ان انا هاخدها اسقي بيها القلقاس بتاعي او اي نوع شوربة عندك. وممكن طبعا من غير اي لحوم خالص ولا اي حاجة، ممكن تعمليها بمية برضو. القلقاس بيبقى طعمه لذيذ جدا ومفيد. الخضرة طبعا غسلتها كويس جدا، اللي هو السلق والشبت والكزبرة، وسبتهم يتصفوا. القلقاس برضو معايا بعد ما غسلته كذا مرة سبته برضو يتصفى وبنشفه. هنا بقى بقطع فصوص توم كتير، وبحط بقى سمنة كده على زبدة او زيت زي ما بتحبي، وانزل كم الفصوص التوم يا دوب اشوحها بسيط كده، وانزل بقى الخضرة بتاعتي بالعروق الرفيعة بتاعتها، وابتدي بقى اقلبها كده مع الثوم، وهدي بقى النار وكل شوية اقلب فيها لحد لما يعني تهبط خالص معايا وتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا بتبقى ليها ريحة مميزة جدا جدا. اللي بيحب القلقاس بالسلق بيبقى عارف الريحة دي، طبعا ريحتها ممتازة. حطيتهم بقى في الخلاط، وهضربهم في الخلاط بشوية شوربة. وهنا نزلت بقى القلقاس بتاعي في نفس الحلة، ونزلت عليه مكعب من المرقة، وهبتدي اشوح كده القلقاس في الحلة كده، وهي من غير اي حاجة خالص. بس هتشوفوا بقى خد من طعم الايه، السلق اللي انا كنت بعمله في الحلة بتاعتي. وانا السلق ضربته في الخلاط بشوية شوربة صغيرة، وابتدي بقى ايه اقلبه. انت بقى حسب ما انت عايزة تزودي كمية شوربة، يعني عايزة تخليه خفيف بتزودي الشوربة زيادة، عايزة تخليه تقيل بتخلي كمية الشوربة بتاعتك قليلة. وهو على العموم لما لو زودتي شوربة شوية على ما يستوي شوية، بتلاقي الشوربة قلت وتقلت معاكي، فده باختيارك سواء عايزاها تقيلة او خفيفة. هنا بقى هعمل جنب القلقاس شوية من الرز بشعرية كده مفلفلين كده وطعمهم حلو.
حطيت برضو مكعبات من الزبدة وشوية من الزيت عشان الزبدة متتحرقش، وكمان الزيت بيخلي الرز معايا مفلفل كده وفيه لمعة حلوة. نزلت كده الشعرية، عايزة اقولكم انا بحب اكتر الشعرية، بحب اكتر الشعرية جدا في الرز. واقلب بقى الشعرية بتاعتي لحد ما تتحمر وريحة الزبدة جميلة جدا جدا. وهنا كنت برص القطع البط بتاعتي عشان ادخله الفرن ياخد تحميصة كده حلوة في الفرن، وبقلب الشعرية لحد ما تتحمر معايا. اول لما الشعرية خدت معايا اللون الذهبي ده كنت بقى محضرة الرز بتاعي غسلاه ومصفياه كويس جدا وضفته على الشعرية. الخطوة اللي جاية دي مهمة، انك لازم تقعد يعني تقلبي الرز كويس جدا مع الشعرية قبل اضافة السائل سواء بقى مية او شوربة. بقلب الرز كده ياخد من طعم الزبدة وياخد تشويحة حلوة علشان يطلع معاكي مفلفل. وهحط عليه شوية من الملح، انا هسقيه بشوربة فالشوربة فيها ملح، فانا مش عايزة اكتر الملح يعني، فحطيت شوية كده، انا عارفة المقدار اللي انا حطاه. وبقلبه كويس جدا مع الرز بالشعرية. هنا بقى انا هسقيه بشوربة البط او اي بقى شوربة عندك، شوربة فراخ بتعملي او شوربة لحمة او بمية. يعني انت ممكن تعملي رز بشعرية وجنبيها شوية قلقاس وتسقيهم بمية. على فكرة بيبقى اكلة خفيفة جدا وصحية ومفيدة وطعمها لذيذ، يعني ما توقفيش نفسك. هنا زودت شوية من الشوربة عشان وشوية من المية عشان شوربة البط كانت دسمة شوية، فانا عايزة الرز ما يبقاش يعني دسم معايا زيادة عن اللزوم. بس عايزه اقول لكم بقى جوزي وولادي ما بياكلوش الرز غير وانا ساقياه بالشوربه. بس زي ما بقول لكم كده، لما بلاقي الشوربه دسمه بحط نص الكميه شوربه ونص الكميه ميه، وبس كده. وهغطيه ويغلي معايا. اول لما يتشرب الميه السائل بتاعه هوطي عليه بقى كده واسيبه يستوي. وكده بقى استوى معايا وطالع معايا مفلفل. وعايزه اقول لكم انا ما بقلبوش، يا دوب بيغلي ويشرب السوائل بتاعته ووطي عليه وافضل كل شويه الف الحله كده على نار هاديه جدا، شمعه صغنونه كده لحد ما يستوي معايا. شايفين بقى طالعين الحبه بحبته ازاي ومفلفل وجميل وطعمه في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم الشوربه بتحليه جدا جدا جدا، بس مش كل الناس بتحب تسقي الرز بالشوربة. وهنا القلقاس احنا بنحب قوامه كده، ما بنحبهوش خفيف، بيبقى الصوص كده تقيل شوية. في عندي زوجي مثلا ما بيحب ياكل الصوص ده بتاع القلقاس من غير ما ياكل القلقاس نفسه، يعني يحط القلقاس كده على الرز وياكل. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، متنسونيش بقى باللايك والشير والمتابعة وتعليق حلو منكم. وجربوا كده واعملوا بقى القلقاس بطريقتي، ان شاء الله هيعجبكم جدا وهتعشقوه. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.